العاشر من ديسمبر 2022 سيبقى راسخا في تاريخ الشعب المغربي والعربي. ليلة كألف ليلة اختلطت فيها الدموع بالابتسامات. أسود الأطلس يكتبون تاريخا جديدا للعرب في المونديال عبر بوابة البرتغال. طار نصيري في السماء وخطف من رونالدو الأضواء. نجوم العالم لم يكونوا قادرين على اختراق جدار كازابلانكا. ياسين بونو، حكمة أشرف، وذكاء زياش، ودهاء الرقراقي صنعوا المعجزة المغربية. تساقط كبار العالم الواحد تلو الآخر أمام صوالات وجولات الأبطال، وخفتت أصواتهم أمام زئير الأسود. المغرب أول منتخب عربي يصل نصف نهائي كأس العالم. داروها الذراري، رفعوا راية المغرب والعرب في العلالي. ما كان بالأمس أمنيات وأضغاث أحلاما غدا اليوم واقعا وحقيقة. كرة القدم أكثر من مجرد لعبة. كرة القدم هي أفيون الشعوب، كيف لا، وهي من أسعدت القلوب ووحدت الشعوب. الكتاب ما زال مفتوحا، وكل الأمل أن يتحقق الحلم المنتظر. يا كاتب التاريخ، لا تغلق الصفحات، تمهل ولا تتعجل، ما زال للقصة بقية برسم أقدام مغربية.